السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة، يعني كيكة ناجحة جدا، كيكة فانيليا هتعجبكم. يعني كيكة هشة ومرتفعة ملهاش وزن، يعني طريقتها سهلة جدا ومقاديرها سهلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. يعني الكيكة دي ناعمة خالص وخفيفة، هتعجبكم لو جربتوها ان شاء الله. يا ريت تتبعوا الفيديو للاخر عشان خاطر عشان خاطر تعرفوا الخطوات صح. اول حاجه نبدا بسم الله صلى الله على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا حطيت 3 بيض، يعني 3 بيض بدرجه حراره المطبخ. بعدين نضيف عليهم 2 ورقه فانيليا، نضيف عليهم ورقتين، ودي عصير نص ليمونه. يعني نص الليمونه دي بتفتح لون الكيك وما بتخلولوش ريحه الزفاره. بعد كده نضيف عليهم نص كوبايه سكر، دي نص كوبايه سكر. وبعد كده نضرب فيهم كده لحد لونهم ما يفتح. بعد كده نضيف دي نص كوبايه زيت، يعني ضفنا احنا نص كوبايه سكر وبعد كده نص كوبايه زيت. الزيت نضيفه على مراحل، يعني شويه بشويه، يعني ما نحطوش مره واحده، يعني نحطه بشويه كده ونضربه ونرجع نحطه شويه تاني. يعني الكيكه دي ممتازه والله العظيم، هتجربيها تعجبك على الاخر، ومقاديرها سهله وما فيهاش اي صعوبه. بس اهم حاجه تعملي الخطوات صح. بس بعد كده نضيف باقي الكميه، نضرب فيهم شويه. بعد كده نضيف كوبايه دقيق، نضيف كوبايه دقيق، يعني كوبايه دقيق يعني تنخليها الاول. يعني انا ده دقيق الضحى، يعني يكون نوعيه الدقيق يكون نوعيه اللي هي بتاعه الكحك والبسكوت والكيك، لازم يكون نوعيه الدقيق كويسه. ودي معلقه صغيره وبيكنج باودر معلقه صغيره، معلقه صغيره كده مليانه. ودي معلقه كبيره نشا، تحطي معلقه كبيره هرميه كده نشا بس. ورشه ملح، يعني الملح رشه بسيطه، انا رشيت رشه الملح بس ما جاش في التصوير. بس يعني انتوا عارفين الكيك بالرش رشه خفيفه خالص في الملح كده بين صوابعك، يعني رشه كده بين صوابعك. يعني كيكه ممتازه وسهله جدا. بس بعدين دي الصينيه يعني دهنتها زيت، بعد كده رشيلها رشه دقيق على صينيه، يعني ده مقدار صينيه صغيره، اللي هي صينيه اللي هي كبيره ولا هي صغيره، الوسط دي. بس بعد كده ننزل بالخليط، وبعد كده نسخن الفرن، يعني نسخن الفرن على درجه حراره 200. تسخن 5 دقايق الفرن كده و10 دقايق، وبعد كده تحطيها على درجة حرارة 170. يعني تسوي الكيكة على درجة حرارة 170 وتشغلي الفرن من فوق وتحت على درجة 100 وكام 170 لمدة كام مدة 20 دقيقة. يعني على درجة 170 لمدة 20 دقيقة. بس طالعة ممتازة وهشة ومرتفعة، ولكنها كيكة اسفنجية، يعني ممتازة جدا، يعني ملهاش اي وزن وناجحة جدا، تعجبكم ان شاء الله. يعني ناعمة خالص على الاخر يعني الكيكة دي ممتازة والله العظيم، جربتوها تعجبكم. بس اهم حاجة تضيفي كل المكونات اللي انا حطيتها وتعملي نفس الخطوات عشان تطلع معاكي بالنتيجة دي.
بس يا رب يعجبكم الفيديو، وشكرا على المشاهدة.